يا مساء الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. وتعالوا بقى النهارده نعمل حلويات ستيف منعشه هتعجب الكبار والصغار. بس قبل ما ندخل في وصفتنا، وتنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس، تكتبوا لي كومنت حلو منكم يشجعني ان انا انزل فيديوهات اكتر. بجد كيكه الافاتار دي طعمها حلو جدا ومنعشه والوانها حلوه قوي. اول حاجه كده هنجيب جيلي الانواع اللي انت بتحبيها او الانواع اللي انت تلاقيها قدامك، ما توقفيش نفسك على اي نوع. اللي كنت بلاقيه قدامي كنت بجيبه دوت كوكس بنكهه الموز بتاع، كان طعمه حلو قوي بس انا حبيت دريم اكتر. اول حاجه كده هنجيب البوله ونحط فيها الظرف بتاع الجيلي، وننزل عليه بكوبايه واحده بس من الميه. عايزه تحطي نص ميه سخنه ونص ميه ساقعه براحتك. انا حبيت ان انا اختصر الوقت علشان يدوب بسرعه، حطيت ميه مغليه. الباكت بيبقى مكتوب عليه كوبايتين من الميه، ميه مغليه وميه ساقعه عاديه، بس انا حطيت عليه كوبايه واحده بس علشان يبقى متماسك معايا ويبقى سميك، علشان يبقى ماسك معايا اكتر في الوصف. ودوت بنكهه الليمون، بجد كان طعمه حلو قوي. الليمون والنعناع كان طعمه جميل، كنت اول مره اجربه بس عجبني. هحط عليه برضو نص كوبايه كده ميه مغليه علشان اعرف اقلبه وادوبه كويس. وبعد ما اتاكد ان هو داب كويس ومبقاش فيه اي تكتلات، هنزل عليه بنص الكوبايه التانية. انا حبيت بقى ان انا اغير الالوان، وحطيت عليه نقطتين كده من اللون الازرق، اتقلب معايا بقى لونه اخضر. كان لونه حلو قوي وعجبني. الوصفه دي بتعتمد اكتر على الالوان، كل ما تكتري الالوان وتنوعي فيها هتديكي نتيجه حلوه قوي وممتازه. انا عايزاكي بس يا ست البنات تتشجعي كده وتدخلي مطبخك وتعملي افكار جديده وانواع جديده وتجربي. هي الحياه تجارب، لو الوصفه اول مره فشلت معاكي هتنجح معاكي تاني مره. بس اهم حاجه ان انت تتشجعي ويبقى عندك اللي هو ثقه في نفسك، وتدخلي تجربي الحاجات بايدك. انا على فكره ما كنتش بعمل حاجه خالص وانا في بيت اهلي، كنت بعتمد على ماما الصراحه لان اكلها خطير. بس انا اتعلمت منها حاجات كتير الصراحه، وضافت لي حاجات كتيره قوي في حياتي. وابتديت بقى ان انا اتجرأ ودخلت المطبخ بنفسي وعملت وصفات. بجد انا بحب اجرب الوصفات الجديده، مش لازم كل حاجه تنجح معاكي من اول مره، بس هتنجح معاكي من تاني مره باذن الله. بس اهم حاجه ان انت تتجرأي وتتشجعي تدخلي المطبخ وتعملي الوصفات بايدك ويكون عندك ثقه في نفسك. الفليفر ده بطعم الرمان والفراوله بجد كان طعمه خطير، كان طعمه جديد، كنت اول مره اجربه. بس للي بيحب الرمان هيعجبه. هنا بقى النور كان قطع، ابتديت بقى ان انا افتح فلاشة الموبايل كده علشان اعرف اصور لكم، علشان تعرفوا ان انا قد ايه بعاني. والمطبخ كان حر جدا، والشطفات اصلا كان مقفول طبعا ومفيش اي تهويه، وكنت بسيح الصراحه وانا واقفه في المطبخ عشان تعرفوا ان انا بتعب قد ايه. علشان ان انا اوقف الوصفه قلت لا، انا لازم اخلص علشان انجز وقت، علشان على ما النور يجي اكون خلصت والدنيا بقت تمام. واحط كل حاجه في التلاجة علشان تبرد براحتها. خلصت وحطيت كل حاجه بقى في التلاجة علشان تبرد وتاخد وقت براحتها اللي هي تجمد. وجبت بولة وحطيت فيها معلقتين كبار من الجيلاتين او 3 معالق كبار من الجيلاتين على حسب الكمية اللي انت هتعمليها. بس كل معلقة كبيرة من الجيلاتين عليها كوباية من اللبن. ما تقلليش كمية الجيلاتين ولا تقللي كمية اللبن علشان الدنيا تبقى مظبوطة معاكي وتبقى متماسكة معاكي وتبقى تمام. انا القالب اللي انا عملت فيه خد مني كوبايتين من اللبن، عليهم معلقتين من الجيلاتين، عليهم معلقتين او معلقة ونص من السكر طبعا على حسب رغبتك انت. حطيت معلقتين كبار من الجيلاتين في البوله ونزلت عليهم بميه مغليه، وهبتدي ان انا ادوبهم كويس. ولازم تتاكدوا ان الجيلاتين ده حلال، هو بيتباع سايب من عند العطار، لكن لو هتجيبيه من السوبر ماركت بيتباع باكت. اتاكدي بقى من الباكت اللي هو مكتوب عليه حلال. هرفع بقى اللبن على النار وهنزل عليه بالجيلاتين اللي احنا دوبناه مع بعض، واحط عليه معلقتين سكر. انت طبعا هتظبطي السكر على حسب رغبتك انت. انا حبيتها اللي هي تبقى مسكره سيكه وهي دافيه، علشان لما بتبرد السكر بتاعها بيبقى سكرها مظبوط. لازم اقلبها باستمرار علشان ما يبقاش فيها اي تكتلات، وهسيبها تغلي. واول ما تغلي هطفي عليها واسيبها تهدى خالص، تهدى تماما. لازم تبرد تماما علشان اعرف اشتغل بيها. انا عملت كذا واحدة علشان كنا عدد كبير، فاضطريت ان انا اعمل 2 علشان يكفوا. بس بجد عجبت كل اللي كلها وكانت طعمها حلو قوي، وكانت جديدة بالنسبة لي بجد. فانتوا لازم تجربوها، وهستنى رأيكم في الكومنت. هفضل اقلب فيها بقى بالشكل ده علشان ما يبقاش فيها اي تكتلات، واتأكد ان كل حاجة دابت مع بعضها. انا في اليوم ده عملت اكتر من واحدة لان كنت رايحة زيارة يعني لحد، وكان العدد ما شاء الله يعني كان كبير.
فعملت عدد تاني. بس انا عايزه اقول لكم ان انتوا لازم تعملوها قبلها بيوم، لان كل ما تتحط في التلاجة فتره طويله بتبقى احلى واطعم. بتلاقي بقى بتحس ان كل حاجه كده مسكت في نفسها كويس، وبجد كانت طعمها خطير. يعني انا لما اكلتها تاني يوم كان طعمها احلى من اول يوم. جربوها وقولولي. واختصارا بقى للوقت مش هدوب بقى الجيلي كده مع بعض علشان ما اطولش عليكم الفيديو وندخل في المفيد. بس عايزه اقول لكم ان انتوا بعد ما تدوبوا الجيلي تحطوه كده في حاجه تكون مستطيله، مش حاجه تكون غويطه، علشان تعرفوا تقطعوه وتعملوه مكعبات. لان انتوا لو حطيتوه في حاجه غويطه هتقطعوه ازاي؟ هتبقى القطعه سميكه. فهو لازم يتقطع مكعبات كده صغيره علشان يدي شكل ويبقى حلو. انا الاطباق دي انا كنت جايباها من عند مستلزمات المطبخ يعني. حبيت اللي انا اعمل فيها لانها كانت مستطيلة كده، ما كانتش غويطة، وبجد نفعتني جدا. انتوا ممكن تجيبوها او تعملوها في اي حاجة تكون نفس الشكل يعني. وبعد ما الجيلي جمد معانا قعد بالظبط في التلاجة 4 ساعات علشان اتأكد اللي هو تماسك كويس جدا وما يفرولش مني ولا يسيح مني وانا بعمله. لان طبعا انتوا عارفين ان درجة الحرارة اصلا بتبقى في المطبخ صعبة قوي. فحبيت ان انا اسيبه مدة طويلة في التلاجة ياخد راحته في التماسك. ابتديت بقى ان انا اقطعه كده بالسكينة، اقطعه مكعبات علشان يبقى شكله حلو قوي في الوصفة، وانتوا هتشوفوها دلوقتي او انتوا شفتوها في بداية الفيديو. هبتدي بقى ان انا اسلكها كده واطلع الجيلي بالمقطع بقى بمعلقة. اهم حاجة اللي انتي تفرطيه من بعضه، تفرطي المكعبات دي من بعضها. وعادي لو لقيتي كم قطعة اتفتفتت منك او اتقطعت منك نصين عادي، ما تقلقيش يعني، هنحطها برضو هتدي برضو شكل حلو قوي. وبصوا الجيلي كان متماسك بطريقة حلوة قوي بجد، كانت القطعة ماسكة نفسها. علشان احنا كنا مقللين كمية المية. هنجيب بقى القالب بتاعنا. انا حبيت اعمله في القالب ده علشان في الاخر تبقى شكلها حلو. انت ممكن تعمليها في اي حاجة، في صينية سيليكون، في قوالب او في كوبايات. بس اهم حاجة انك تدهني الاداة اللي انت تعملي بيها كمية زيت، يعني تدهني عليها كده دهن الزيت علشان تطلعيها بكل سهولة. وابتديت بقى ارص الجيلي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بشكل عشوائي. تحطي مرة اخضر مرة احمر وتقلبيه علشان الالوان كده ما تبقاش مترتبة، تبقى كلها كده بشكل عشوائي. وتنزلي بقى عليه بكمية السائل اللي احنا عملناه دوت بعد ما برد تماما. اهم حاجة اللي هو يبرد تماما، ما يبقاش سخن ولا دافي، يبقى بارد تماما. وطبعا مش هنحطه في التلاجة علشان ما يمسكش في بعضه، هنسيبه على الرخامة لحد ما يبرد خالص. وهنبتدي بقى ننزل عليه في الجيلي كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهبتدي ان انا اقلبه كويس علشان اتأكد ان كل حاجة اختلطت يعني مع بعضها. وهدخله بقى التلاجة لمدة 4 ل6 ساعات علشان نتأكد اللي هو اتماسك مع بعض وبقى تمام. وبعد 4 ساعات او 6 ساعات على حسب قوة التلاجة اللي عندك. لو تلاجتك كويسة هيقعد 4 ساعات، لو تلاجتك مش 100 قوي يعني مش 100 هيقعد من 6 ساعات لاكتر. فدوت طبعا على حسب التلاجة بتاعتك. وهنطلعه وهنبتدي بقى اللي احنا نسلكه كده من القالب او من الصينية اللي انت عاملاها او ايا كان انت عاملاه في ايه. وهنبتدي نسلكه بالراحة كده بسكينة او باي اداة، وهنقلبه بقى بالشكل ده. وبجد شكله خطير بجد، كان شكله حلو قوي. وكان كل اللي شافه قاعد ينبهر ويسألني انت عاملاه ازاي، لان الالوان كلها كده داخله في بعضها وانت مش عارفه اصلا انت رصيتيها ازاي. بجد كان شكله وهم. انا بجد كنت مبسوطه من النتيجه، وكنت كل شويه كده اقعد احركه علشان بيقعد يتحرك كده زي ما انتوا شايفينه. بجد انا كنت مبسوطه قوي من النتيجه، وكنت مبسوطه اكتر ان انا جربت حاجه جديده وطلعت ممتازه. بجد انتوا لازم تجربوها، وهستنى رايكم في الكومنت وتقولوا لي هل نجحت معاكم ولا النتيجة طلعت ايه بالظبط ونحلها مع بعض. انا عايزة بس اطلب من اخواتي طلب، انا عايزاكم تشجعوني ان انا ارجع وانزل فيديوهات من تاني، لان بجد انا بقالي فترة مش عارفة ان انا مش عايزة انزل. انا عندي فيديوهات كتير ووصفات كتير قوي هتعجبكم،
بس انا مش عارفه، مش قادره ان انا انزل حاجه بجد. فانا عايزاكم ان انتوا تشجعوني اللي انا بقى ابتدي ان انا انزل فيديوهات من تاني. انا عايزه بقى اقول لكم بصوا شكلها كان عامل ازاي، بجد خطير، والالوانات كانت متناسقه مع بعض وكانت شكلها حلو قوي. هستنى رايكم في الكومنتات، ولو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل فيديوهاتي. باي باي.